كثير ناس سألوني عن حكايتي مع القهوة. حكايتي مع القهوة تمثل حكايتي مع الحياة. القهوة طبعا كنت إنسان يعني حياتي أغلبها كلها أبيض وأسود، يعني كل أمور الحياة أبيض وأسود، ما في رمادي، من ضمنها القهوة. فكنت أشوف أنه ليه يعني أستمتع بالكافيين وبالصحصحة اللي تديني هي الكافيين أو بمذاق القهوة. يعني ما أعرف، إحنا جيلنا أتربى على فكرة، ماني عارف هو مبدأ ديني غلط ولا مبدأ فكري مجتمعي غلط، أنه كنا نحس لو استمتعنا بشيء بتأنيب ضمير. أتكلم عن نفسي، ما بتكلم عن الجيل كله. حتى تأنيب ضمير، يفيل جيلتي لمجرد أنك استمتعت بشيء، ماني عارف ليش. فالمهم هذه كانت فكرتي زمان، وبالتالي لغيت القهوة تماما. قلت خلاص ما في قهوة أبدا، ولا كنت أسوي استثناءات أبدا. اليوم أنا أشوف الحياة أقرب إلى فكرة الاعتدال، المودريشن. الاعتدال معناه أنه مو علشان شيء كتره سيء معناه تحرم نفسك منه بالكامل، لا، في شيء اسمه توسط، اعتدال، مودريشن. يعني أنه أوكي، كتر القهوة سيء، ولكن لو أخذت فنجان فنجانين في اليوم ما هي قضية. وبالتالي ما تحرم نفسك، لأنه الحرمان حيؤدي إلى العكس. زي ما يقول لك في موضوع الدايت، موضوع الأكل، يعني المقولة تقول the best way to gain weight is to go on a diet. أحسن طريقة أنه يزيد وزنك أنك تسوي دايت. ليه؟ لأنه الدايت يشعرك بالحرمان، وبعدين تنتكس، وبعدين تاكل أضعاف اللي كنت تاكله قبل الدايت فيزيد وزنك. ففكرة الوسطية حتى في الأكل. أنا جاز 5 سنين ما أكل أبدا سكر معالج artificial sugar، ولا آيس كريم، ولا كوكيز، ولا كنافة، ولا أحطها في فمي 5 سنين كاملة. اليوم لا، نظرتي والله لو في مرة عزومة، مرة في الأسبوع، ما هي من روتينك اليومي، ما هي قضية. يعني لو أكلت لك شوية آيس كريم ولا كوكيز، طالما مرة أخرى باعتدال وبدون زيادة وبدون ما تروح أوفر. الجانب الثاني من حكايتي مع القهوة اللي هو أيضا حكايتي مع الحياة، فكرة أنه لما أنا كنت ما أشرب قهوة كنت يعني أنظر نظرة دونية للناس اللي يشربوا قهوة. يعني مو مجرد أنه أنا خلاص أنا ما أبغى أشرب فكل واحد بكيفه، لا، كان نظرتي أنه أوف، هذول ليش الناس يشربوا قهوة؟ ليش يعتمدوا على الكافيين عشان يصحوا؟ ليش؟ يعني كذا نظرة فيها أنه خلاص أنت صح وغيرك غلط، يعني أنت اللي فاهم الدنيا كلها. وهذا برضو من ضمن الأمور الجذرية اللي تغيرت في حياتي، في نظرتي للناس وعدم الحكم على الناس، وأنه كل واحد له ظروفه، له وضعه، له أسلوب حياته، وأنه لو في شيء أنا بسويه وشيء أحد تاني ما بسويه مو معناه أنه أنا صح وهو غلط. كل واحد له منظور في الحياة لازم يحترم، طالما مرة أخرى ما في أذية لأحد. فهذه نظرة تغيرت مو بس في موضوع القهوة، في كثير من جوانب حياتي اللي أنا كنت أرى فيها الناس بطريقة. خلصنا القهوة قالوا بردت فشربناها. المهم، فهذا طبعا مبدأ اسمه النسبية، مبدأ النسبية relativity. يعني مثلا القهوة، برضو القهوة ونسقطها على كل جوانب الحياة. في ناس ممكن يشربوا قهوة في الليل ويناموا. أنا أعرف واحد يشرب قهوة تركي وينام. ناس تانيين مستحيل، لو شرب قهوة الكافيين يضرب في الليل في دماغه بطريقة يسهر طول الليل سهران يواصل لتاني يوم. في ناس لما يصحوا من النوم يشربوا قهوة ويستمتعوا بمذاقها بغض النظر عن الكافيين. وفي ناس ما يحبوا مذاقها بس بيشربوها علشان تصحصحهم. وفي ناس لما يشربوا ما بتصحصحهم. يعني هي نفسها القهوة ترى، ولكن تأثيرها على الناس وعلى أسلوب حياة الناس مرة مختلف، معتمد على كل واحد تركيبته كيف، تركيبته النفسية والجسدية والفكرية. ونفس الشيء في كل أمور الحياة. وبالتالي النسبية، يعني في موضوع القهوة ما تقدر تحط قاعدة موحدة تنفع لكل الناس. ما ينفع تقدر تقول مثلا لكل الناس أشربوا قهوة في الليل عادي، ولا ينفع تقول لكل الناس لا تشربوا قهوة. ما ينفع، لأنه كل واحد تأثير القهوة عليه غير. وهذه برضو من الأمور اللي تغيرت كثير في حياتي. أنا كان عندي دائما انطباع أنه one solution fits all، الحل المناسب للكل هو نفس الحل يناسب الكل في كل جوانب الحياة. لا يا سيدي، الحلول تختلف باختلاف وضع الناس ونفسياتهم وتربيتهم ونشأتهم وأفكارهم والبيولوجي حقهم. ما في one size fits all، ما في حل واحد يناسب الكل. هذه مبدأ النسبية، اللي ينفع لك ممكن ما ينفع لغيرك، والتجربة هي خير برهان. تجرب، زبطت الشغلة زبطت، ما زبطت معناه تجرب شيء تاني. هذا مبدأ مرة مهم. فلما فهمت كده أنا بطلت خلاص أفرض أسلوب حياتي واكتشافاتي على الناس. أنا أشارك الناس بالحلول اللي أنا زبطت معايا، ولكن بدون أحكام مسبقة.
يعني هي مجرد مشاركة والله. وأقول للناس بدل ما كنت أقول لهم إنه هو ده الحل I found it وجدت الحل، صرت أقول لهم لا، أنا الحل ده زبط معايا جربوه، زبط معاك زبط، ما زبط روح لحل تاني. فاهمين علي كيف؟ هذا مرة فرق شفت كبير في المنتاليتي، في طريقة تفكير مع نفسك ومع محيطك ومع مجتمعك ومع أهلك. مثال تاني عشان نبعد عن موضوع القهوة والأكل، مثلا اختلاف الشخصيات. في شخصية انطوائية تفضل تجلس لوحدها ما تفضل تكون مع الناس، وشخصية اجتماعية تفضل تكون مع الناس. عادة ينظر نظرة دونية أو نظرة غلط للانطوائيين، اللي يحب يفضل يجلس مع نفسه مع كتاب، ما يحب كتير الاختلاط. لا يا سيدي، لا، كل واحدة من هذه الشخصيات لها مميزات ما هي موجودة عند الشخصية الثانية. الانطوائي عنده درجة من التأمل الذاتي ومن التفكر ومن التحليل والأمور ممكن تكون الاجتماعي ما هي عنده، والاجتماعي في المقابل عنده ميزات من التواصل مع الناس ما هي موجودة عند الانطوائي. ففكرة انه في واحدة صح وواحدة غلط مرة أخرى أبيض وأسود، ما في رمادي. لا يا سيدي، رمادي، لكل واحد ميزة، والكل واحد ممكن يبدع في مجال لأنه عند شخصيته كده. بالمناسبة مثلا غاندي كان جدا انطوائي، حرر الهند وهو كان انطوائي وجدا خجول، وما كان يحب أبدا to give public speeches، يتكلم أمام الناس، كان يعني خجول. ولكن سبحان الله هذا الخجل وهذه الانطوائية أعطته قوة داخلية inner strength، كانت هي ميزة عنده. والعكس صحيح، في ناس ثانيين قوتهم أنهم اجتماعيين وأنهم يعني they connect with people in a nice way. فمرة أخرى ما هي إنه هذا صح وهذا غلط، ما تقدر تنظر لها كده أبدا. مرة أخرى نرجع إنه الموضوع نسبي، الموضوع رمادي، الموضوع يعتمد على كل شخص ووضعه. مثال تاني في موضوع النسبية، التخصصات. يا جماعة هذا الكلام من زمان بنقوله، يا أخي مو علشان أنت دكتور وأنت مجالك في الطب وأنت حبيت الطب معناها أنه ولدك نفس الشيء. مو لازم العيلة كلها تصير دكاترة يا سيدي. نسبية، اختلاف. ممكن أنت تكون عشقك في الطب وواحد تاني عشقه في الهندسة وواحد ثالث عشقه في الفن والفنون. فموضوع التخصصات موضوع نسبي جدا جدا، وما في صح وغلط، ما في صح وغلط. العشق والشغف مختلف بين الناس بسبب اختلاف طباعهم. الأب والابن نفس البيت والجينات مشتركة، ولكن برضو في اختلافات. فما حد يفرض على التاني تخصص، ما حد يفرض على التاني مجال عمل، ما فيها صح وغلط. اوكي، مهم الواحد في التخصصات يشوف تخصص يعني له مستقبل، ما يدخل في تخصص خلاص سيندثر، ولكن يكون تخصص موضوع الشغف. انا بتكلم عن الشغف دحين، يختار تخصص له مستقبل ولكن هو شغوف فيه، وما حد يقدر يغصب التاني انه يكون شغوف في شيء. لانه الشغف نفسه، قصدي انا على الشغف نفسه، ما في صح وغلط. ما تقدر تقول لاحد انت غلط لانه شغفك الفن، ولا انت غلط لانه شغفك الكمبيوتر والكمبيوتر ساينس والكودينج. ما في هذه الامور صح وغلط. ايوه، مثال تاني مرة مهم في موضوع النسبية، الزواج يا جماعة ما في قاعدة واحدة تنفع لكل المتزوجين. الزواج هذه شراكة بين شخصين مستقلين. اللي ينجح في زواج معين مو شرط انه ينجح في زواج اخر. كل اتنين، كل زوج وزوجة لازم هم بينهم يقرروا مع بعض ايش اسلوب الحياة المناسب لهم هم الاثنين، وما في احد يقدر يفرض عليهم من برا ايش الزواج الناجح اللي حيناسبهم. هو شيء مستقل، it's very unique. كل زواج يونيك، يعني متفرد بطبيعته، وبالتالي هم يقرروا في كل جوانب الزواج. ترى الجوانب المالية، جوانب الاجتماعية، جوانب تعاملهم مع أهلهم، جوانب مين مسؤول عن إيش، الأطفال، كل هذا هم الاثنين يقرروا مع بعض إيش اللي يناسبهم، واللي يناسبهم مو بالضرورة يناسب غيرهم. يعني مثال عملي في موضوع الزواج، في زوجين هم يبغوا يكونوا وشهم في وش بعض كل يوم هم كده، هو يبغى كل يوم يكون معه وهي تبغى كل يوم تكون معه وكل يوم يطلعوا مع بعض، تمام. في زوجين تانيين لا، ما يبغوا، يعني تخنقهم شغلة اللي وشهم في وش بعض دي. دايما يبغوا بريكس، يحتاجوا بريكس، الاثنين يحتاجوا بريك أسبوعي شهري أيا كان. فدول اللي وشهم في وش بعض ما يقدروا يقعدوا يتفلسفوا على التانيين ويقولون لا لازم انتوا تكونوا، لا يا بابا مو لازم. كل واحد مرة أخرى ونفسيته، مو كل واحد ينفع له اللي ينفع للتاني.
فخلاص إذا دول مبسوطين تمام ومتفاهمين أوكي، وإذا التانيين متفاهمين أوكي، مع إنه الاثنين نقيض لبعض، عكس بعض أسلوب حياتهم. بس مرة أخرى فين الصح والغلط؟ الصح والغلط هو اللي يتفقوا عليه، اللي هو مختلف بين الزوجين. نرجع للقهوة وموضوع النسبية. في ناس إلى اليوم مو راضين يستوعبوا ولا يقتنعوا كيف ممكن أشرب قهوة مع عسل. كل ما يشوفوني أسوي كده وشهم كده، حواجبهم تنزل تحت عيونهم وشفايفهم تطلع فوق خشمهم. أنت كيف تسوي كده؟ يا أبويا أنا كده مستمتع. خلاص في ناس بتشرب عسل كده، في ناس تحط سكر، في ناس بدون سكر حتى يشربوها كده سادة ويحبوا طعم ما أدري هي مرارة ولا اللي فيها. كل واحد خلاص وضعه وانتهينا. بس مرة أخرى شوف كيف الناس دائما تبغى يعني تسقط حياتها على حياة الآخرين، تبغى كوبي بيست. ما في كوبي بيست. لو كانت كوبي بيست قص ولصق لما وصلت البشرية لما وصلت إليه اليوم. ما وصلنا اللي وصلنا له اليوم إلا بسبب الاختلاف والتنوع. عصرتها أنا العسل ده، خلاص خلص. يلا.